عملاق كاتالونيا يضرب بقوة في الليغا الإسبانية. سداسية بمرمى خفافيش فالنسيا وثلاث ثنائيات بهالمباراة. ثنائية لفيرمين لوبيز اللي كاد انه ينتقل خارج برشلونة ويروح على بلوز تشيلسي، إضافة لرافينيا اللي سجل ثنائية النجم البرازيلي الرائع جدا، وروبرت ليفاندوفسكي النجم والهداف البولندي سجل ثنائية كمان بهالمباراة. طبعا فريق برشلونة عم يرجع يعلن عن نفسه كمنافس شرس على لقب الليغا هالموسم، أكيد بعد كبوة الجولة الماضية. وحاليا هو على بعد نقطتين من المتصدر ريال مدريد. ريال مدريد اللي بدوره حقق الفوز على ريال سوسيداد، طبعا بقيادة نجمه كيليان مبابي والمدرب تشابي ألونسو، اللي صار محقق 4 انتصارات من 4 مباريات. أما أتلتيكو مدريد فاستفاق من كبوته وحقق انتصار مهم جدا على فياريال الغواصات الصفراء. برشلونة وريال مدريد بالنهاية حنشوف مين راح يفوز باللقب.